في سؤال دايما عندي، ليه الشخص اللي بينشر على السوشيال ميديا باستمرار بينشر كتير؟ هل بينشر عشان عنده فراغ بيحاول يملاه بعدد اللايكس، او بيحاول بطريقة ما يثبت للناس انه انا على فكرة مبسوط زيكم، ولا عادي سلوك بشري بريء وبطلي تقرفينا بقى؟ يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنصاف. من وانا عندي 6 سنين وانا بنشر على السوشيال ميديا، سواء آرائي الفلسفية او اعمالي الفنية او كتاباتي الروائية، عادي بشكل عفوي. بس لما كبرت للأسف بدأت أفكر، يعني ايه الهدف من ده؟ في أنواع كتير للمنشورات. 1، ناس بتنشر آرائها. 2، ناس بتنشر صور يومياتها. 3، ناس بتنشر حاجات مفيدة، ممكن كمان نعتبر الميمز من النوع ده بتضحك الناس، أعتقد دي حاجة إيجابية في حالة إن دمك خفيف يعني. 4، أسوأ نوع هتكلم عنه في الآخر. 1، انا تمام متفهمه فكره ان الواحد ينشر رايه على السوشيال ميديا، حرفيا احنا عاملين قناه كامله لده، بس يوجد بعض الاحترازات. اول حاجه، مصدر رايك اصلا. هل انت فعلا مقتنع برايك، وهل شايف ان هو الصح؟ بمعنى اخر اللي قلناه في الفيديو ده. تاني حاجه، مين هيشوف رايك؟ متدخلش على جروب فيه كميتة وتقول لهم عايزين نوحد الدول العربيه، يعني مش هيفيدوك وعلى الاغلب هيقرفوك، فبلاش. تالت حاجة، مش عارفة لو حد عارف جملة اليوتيوبر أحمد فهمي، مش معنى ان هو قالك اضف تعليقا يبقى لازم تعلق، لان مش لازم يبقى عندك رأي في كل حاجة. اول لما موضوع يطلع كل بني ادم يطلع يقول رأيه فيه، فالفومو يشتغل. اكيد البشرية مستنية رأيي في الموضوع ده طالما كله قال رأيه. يعني عايزة اعرف ايه استفادتك في انك تقف في صف اوكرانيا او روسيا، غير ان في حالات انت هتمتنع عن ابداء الرأي لجهلك بكل بساطة. 2، ناس بتنشر صورها، تصويرها، يومياتها، لحظاتها كده يعني. كلنا عارفين ان السوشيال ميديا عموما وانستجرام خصوصا بقى مصدر قلق وقلة رضا عند ناس كتير. الانستجرام بالذات متصنف كواحد من اكتر بلاتفورمز التوكسيك، وده منطقي جدا. انت حرفيا بتشوف اجمد لحظة في الاسبوع ل100 شخص مختلف متجمعة في سكرولاية واحدة. هي طبيعي تحس ان حياتك اقل من كل الناس دي، حتى لو عقلك الواعي مش واخد باله. الفومو بيشتغل وتبدأ تحس انك محتاج تعيش حاجة بس عشان تصورها وتنزلها، مش عشان تستمتع وتتبسط بيها فعلا. اتوقع كلنا عارفين جروب بنات بينزل بس عشان الصورة. انا من وجهة نظري لما الواحد ينزل صورة المفروض يكون بيشارك لحظة مش صورة. اللحظة دي تكون حقيقية مع الناس اللي بيحبوهم، يعني اللي يشوف الصورة بس اللي بيحبهم. ليه اقبل عندي على الاكاونت حد مش هيفرح لفرحتي عامة؟ ليه اعرض نفسي اني ازعجه او حتى اني اتحسد؟ وفي نفس الوقت الصور احيانا بتكون وسيلة توثيق جميلة، ذكريات حلوة نرجع لها بعدين. بيبقى جامد انك تدخل اكاونتك او اكاونت حد تعرفه ويكون موثق الاحداث المهمة والسعيدة في حياتك. بس مثلا السيلفي، انا لحد دلوقتي مش فاهمة فكرته. يعني ليه اوثق ملامح وشي وبفلتر، حتى ملامح مش حقيقية؟ ليه بجد ممكن حد يهتم بملامح وشك؟ انا سامعة اللي بيفكر في نفسه ليه بتقنيني موضوع زيادة عن اللزوم، بس عايزة اقوله الواحد بينزل صورة عشان هو عايز كده، بس برضو المفروض نفكر في ليه هننزل الصورة. يعني تدور على الهدف المخفي جواك عشان ما تطلعش في اعماقك بتنزلها عشان تثبت لمعارفك انك مبسوط، لانه في ناس بينزلوها عشان كده وعشان يملوا فراغ جواهم. وعامة بصراحة المفروض الواحد ما يقعدش يتابع ناس كتير قوي من معارفه، يعني بس الناس اللي انت مهتم بيهم. ليه تتابع ناس انت مش مهتم بيهم، مش اصحابك او مش ناس بتحبهم؟ بيبقى موضوع مرعب، كأنك قاعد مبرق وبتتفرج على ناس كتير ورا بعض، بالاخص مثلا الستوريز اللي هو كل واحد بينزل كل يوم لسبب ما، لانه الزرار موجود ومعمول عليه زائد فيستفزك انك تنزل. 3، الناس اللي بتنزل حاجات مفيدة، ما عنديش اعتراض الحمد لله، يعني استمروا. 4، الناس اللي بتلقح، دول غالبا زائد 40 سنة مش عارفة، بس يعني ما تعملوش كده. وهنا للأسف الشديد يكون الفيديو خلص. يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص يعمل
وباجتهاد وعلى أهبة الاستعداد يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما